ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. طبعا اختي عندي فحبت تاكل اندومي. انا بصراحة يعني ما بحبش ادخل الحاجات دي البيت ومش بعمله اصلا، بس هي حبت تاكله من ايدي وقالت لي ايه اعمله لي بطريقة جديدة وكده، فانا قلنا نفتكس بقى يعني واحنا وحظنا. فحطيت كوبايتين مية انا وهي طبعا وضفنا كيس شيتوس من اللي هو الحار، لو انت عايزة تستخدمي شيتوس بالجبنة مفيش مشكلة. وحطينا نص معلقة من البابريكا وفضينا بقى كيس التوابل بتاع الاندومي، وهنسيبهم ايه ياخدوا غلوتين كده. وحطت قرن شطه مجفف بس ما عرفتش تكسره، بس ما علينا هي كده كده اللي هتاكل مفيش مشكله. هنضيف بقى كيس الاندومي بعد ما الميه بتاعتنا غليت كده بالتوابل. هفككهم من بعض بقى واسيبه ياخد غلوتين كده. انا كنت غير راضيه عن قرن الشطه ده عشان متكسر، فاتضايقت منه وشيلته برضه. وكده ضفنا بقى قطعه من ميكس الجبن وهنا كنا بنتخانق مين هيقلب كده خلاص هو الاندومي بتاعنا استوى وبقى جاهز تماما. شايفين ما شاء الله الصوص بتاعه تقل بقى. عايزه اقول لك هو ريحته حلوه جدا، بس انا برضو مش هاكل منه يعني عشان انا مش بحب الحاجات دي، بس انا عاملاها عشان ما حبيتش ازعلها وهي عندي. انا صب طبق ولا هعك؟ لا انا صب واحد. يا ريت بقى لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصل لك كل جديد. كده بقى نحط على الوش كده شويه من الشيتوس. هي حابه تصور معايا بتحب تحط لمساتها وكده يعني. وانا بجد بجد كان طعمه تحفه قوي. تسلم ايدك. تسلمي يا قمر، عجبك يعني؟ تحفه. طيب الاولى والاخيره بقى وكده خلاص الاندومي بقى جاهز معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. على فكره انا بقولها الاولى والاخيره بس عشان انا مش بحب ادخل الحاجات دي البيت، فاي حاجه تانية انا عيوني ليها طبعا. يلا بقى سيبكم في رعايه الله واقول لكم دمتم سالمين.